نرجع بقى عندنا احنا في الدوري عندنا برضو طب انت فاكر، نرجع بقى عندنا، طب انت فاكر مثلا تيمه لهشام فهمي واشرف محمود انت في عصر المحلال في عصر المحلال ولا عصر اللي هو النكسه؟ ما احنا بقى في عصر النكسه، خلينا النكسه خلاص. لان كان هنعتبر ان كابتن حماد امام خلاص بطل تعليق، كابتن محمود بكر بطل تعليق، هم كانوا موجودين طبعا، بس هنقول بقى خلاص دول كانوا بياخدوا اكتر في الفتره دي. يعني اشرف محمود اللي هو يا ابو تريكه يا ابو تريكه يا ابو تريكه حلو، لا انا حاسس ان انا بسمع، لا بحس ان انا بسمع، عارف انت المكالمه بتاعت كان فيلم ايه، كركر لما كان بيكلم امه، لا تحس حطها ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه. تسمع كركر مش تسمع معلق يعني. كان هشام فهمي يقول لك بركات بركات بركات، يا الهاني سليمان من الشبكه وهات، ويرتدي قميص اللاعب انيستا ومحمد بركات لامبرد الكره المصريه. فاكر بقى دي كان بيشبه اللعيبه بارقام ارقام فنلاتهم. احمد حسن استاكوزا ما حدش يفتكره، ده كان لاعب في الاهلي على فكره انيستا عشان لسه 24 انيستا الكره المصريه، حبر 8 يبقى لامبرد الكره المصريه. يا عم انت بتعمل ايه يا عم فينا يا عم؟ فدي كانت حاجات صعبه يعني، حاجات سيئه جدا. شوف انت كنت بتتكلم في تيمات رايح ازاي وتيمات جايباك الارض، دي حقيقه. عندك مين تاني غير احنا قلنا هشام فهمي وقلنا في عصام عبد الجابر. لا ده سيبهولي ده بقى. كابتن عصام عبد الجابر، بالنسبه كابتن عصام عبد الجابر حصل لبس مع المستشار مرتضى منصور لما كان عصام عبده بيذاع السوبر الاهلي والزمالك، فقال له مين عصام عبده ده ابن اللي هو عبد الجابر، فقال له لا ده تاني عصام عبد الجابر حاجه وعصام عبده حاجه ثانيه. في عصام عبده، هو ابن مين ده عصام عبده ده؟ ابن اللي هو عبد الجابر؟ ما اعتقدش، اللي هو عبد الجابر كان محترم. هقول لك انا عايز اقول لك ان ناس كتير ما تعرفش عصام عبد الجابر. انا ذات نفسي انا ما كنتش اعرف اسمه لحد امبارح، انا لسه عارف اسمه امبارح، بس هو من فترات الاضمحلال طبعا. ليه انا بقول لك سيبني انا اتكلم عن كابتن عصام عبد الجابر ده. كابتن عصام عبد الجابر دوت وصل بيا الحال من كتر ما هو عمل معايا حاجه غريبه، عارف اللي هو فيروس وانت فيروس في نفس الوقت. ايوه عارف انت مش طايقه وحبيته يعني من كتر ما انت كرهته، انا اسف اني بقول كده، حبيته. كابتن عصام عبد الجابر دوت انا ما كنتش عارف اسمه، انا رابط هو حظه معايا ان اي ماتش للجيش طلائع الجيش مش عارف هو اللي كان بيعلق عليه. تحس هو كأن انا كنت بشبهه كده دايما، كنت اكلم في واحد صاحبي كنت اكلمه افتح التلفزيون دلوقتي حالا، المعلق اللي احنا بنحبه ما كنتش عارف اسمه، افتح التلفزيون دلوقتي حالا، هو مين؟ كابتن عصام عبد الجابر ده. الراجل ده لو تتذكر فترة بابا أركو وفترة عبد الستار صبري وعامر صبري لما كانوا في الجيش، تمام، هو اللي كان بيذيع ماتشات الجيش. تحس هو كأنه واخد ترابيزة في نادي الجيش وقاعد بيذيع الماتشات دي. هو تمام، دي نقطة. الكابتن عصام عبد الجابر بقى كان بيذيع ازاي كابتن عصام عشان الناس تعرفه برضه، تعرف طبيعته في الاذاعه. يعني مثلا في نقطه مثلا فكره ايه، برافو بابا وخطر هنشوف ده القميص رقم 6 راح له على طول، ادي عرضيه خطر، عرضيه وخطر جمال حمزه بالراحه قوي. انا قلت خطر فكره في ماتش دي بقى، ده الكارثه، ده اللي خلاني اركز معاه قوي. في ماتش كان منتخب مصر عسكري، انا هقول لك على حاجه، تخيل في ماتش منتخب مصر عسكري والهند العسكري، اعتقد ماتش ودي تقريبا، ماتش ودي تقريبا يعني. انا قعدت له لما سمعت صوته، قعدت له. الماتش ده زيزو خلص لمنتخب مصر 8-0. اقول لك انا مفاجاه، انا بسبب الكابتن عصام عبد الجابر انا عارف اسم حارس مرمى منتخب الهند العسكري، انا اعتقد شعب الهند نفسه ما يعرفوش. اقول لك اسمه ايه؟ اسمه بول جوبي. ايوه اسمه بول جوبي. لما بول جوبي هقول لك ليه بقى، هقول لك لما لا انا فاكر له حاجه، لما بول جوبي هو خسر دخل فيه 7 اجوان تقريبا يا راجل، دخل فيه 8 اجوان وصد كوره، يقول لك بول جوبي بيرد علينا اهو، دخل 8 اجوان ولما صد كوره لك تفتح الماتش لقيت ان المنتخب مصر كسب منتخب الهند العسكري 8-0، وبتسمع معلق
بقول لك ده مين يا جماعه؟ ده بولجوبي. بولجوبي رد على الجميع. بقول انت بولجوبي مش حاجه والله. انا نفسي حد يجيب لي الماتش ده، نفسي اشوف الماتش ده تاني، لان فعلا انت بتعمل فاكر انا شفت له جون كان سيد معوض والله، بس انا مش فاكر في انهي ماتش، اللي هو وهوبا وخطر. خلي بالك بقى، شوف خطر دي ما بيعلاش فيها، هو وخطر وجوه الجول. جول جميل قوي. ده مين اللي جاب الجون يا جماعه؟ ده سيد معوض النجم المعروف. انما المباراه جميله، وادي ابراهيم حسن معانا نجم كبير، وجنبه طارق الصاوي، وادي مدرجات المقصوره الرئيسيه لنادي الزمالك. على فكره 472 لاعب شاركوا في الدوري المصري. محمد عبد المنصف اهو معانا، وتامر عبد الوهاب اهي اللقطه دي بتاعت الشوط الثاني اللي طلعها تامر، وكانت خطر جدا على مرمى، وتامر عبد الحميد معانا في الكادر اهو. يا سلام على الاخراج يا جماعه، اخراج ومتقدم، يعني شكلنا حلو قوي، مباراه جميله جدا. لا وخد لك بقى على كارثه، الكابتن عصام جابر ده الوحيد في الكره المصريه اللي طلع القاب على اللعيبه. يعني مثلا ايه القاب؟ ايه مش الساحر ولا كده. أيوه. يعني مثلا انا عرفت منه ان محمد الجباس دودي، يعني دودي ده عرفته منه. احمد سعيد بوجي، أيوه. فاهم؟ محمد الجباس دودي لسه شايف له ماتش قريب، ماتش اتصالات واسوان. ماتش اتصالات واسوان حاليا دلوقتي بيذيع. انا يا جماعه انا بناشد التلفزيون المصري او القنوات المصريه، يا ريت ترجعوا لنا الكابتن عصام عبد الجابر تاني، والله انا بحبه. عدد الماتشات على فكره قبل بدايه هذا الاسبوع، سلام على اللقطه الجميله دي، ادي اهو الاطفال ورافعين علم نادي الزمالك. حلو الانتماء يا جماعه، حلو الانتماء لما بيتربى كده في الطفل من هو صغير. 400 بقول لكم 232، ومعانا هنري ميشيل على الكادر 510 هدف منذ بدايه الدوري. وعلى طول ادي عمرو زكي، وادي ضربه الجزاء 656 كارت اصفر و58 كارت احمر. وعلى طول عمرو زكي معانا، وهنشوف جماهير نادي الزمالك. يا ريت ترجعوا تاني، يعني بجمله الناس موجوده رجعوه تاني، تمام؟ فالكابتن عصام جابر انا بقول لك من كتر حب فيه، انا بقلب كده بالصدفه لقيته بيعلق على ماتش الاتصالات واسوان في الدرجه الثانيه. انا قعدت 3 ساعات ونص، أيوه. وفوقت في لاعب اسمه زقلط، يعني بقول له يا عم زقلط ليه؟ حتى اسمه زقلط مش زقلط. ادي زحله، ادي تصويب، اي حاجه تبقى ضربه مرمى. مسعد عوض كاس المرمى. انت متخيل يا راجل؟ لا كابتن عصام عبد الجابر عظيم في رياكشناته، يعني الكره راح جون يقول لك وخطر. انا قلت خطر. خلي بالك هو ده عصام عبد الجابر، وكان عندنا عصام عبده. وعصام عبده بصراحه انا شايفه كان مذيع كويس، كان كويس جدا، كان كويس ولكنته حلوه مش وحش، وكان له بعض الحاجات الجميله. يعني عصام عبده مثلا يقول لك ايه ده فاول يا راجل، فاول دخله خطره جدا، ده فاول، ده كارت، ده فاول وكارت اصفر، ويروح المأمور اسمه لندن. ما اعرفش ليه مأمور اسمه لندن. يعني عندنا مأمور اسمه مصر عادي، يعني ممكن اسمه محمد دي موجود يعني يروح المأمور اسمه لندن. ويقول لك ايه جماهير مصر في كل مكان. والله لو رحت لهولولو وتكتشف ان هولولو دي فعلا جزيره موجوده، ده فعلا موجود. فلا وكان في مره من المرات كان منتخب مصر كان خسران، فعصام الحضري بيتلكى وهو بيجيب الكوره، يعني عادي بيجيب الكوره، يلا عص بقى، يلا عص الله عص يعني. بس له حاجات حلوه، لكن هو كان مذيع. هفكر عصام عبده شال بطوله افريقيا 2008 احمد حسن ينطلق، احمد حسن يلعب الكوره على طول تاني، زيدان بعيد قوي. زيدان حضراتكم عماد، ادي زيدان، سرعه زيدان وسونج. قوم يا زيدان وسونج. هيا ابو تريكه. ابو تريكه. بالمناسبه هو عصام عبده معروف ان هو اهلاوي، ومع ذلك كان بيذيع للزمالك. يعني مثلا كان بيذيع لشيكابالا، لا كان بيدي لشيكابالا حقه، نجم شيكابالا في 2011 بشكل مش طبيعي. شيكابالا ده ما شاء الله يعني يا جماعه كان ثروه، وانا زعلت من كل واحد قابل شيكابالا، كل واحد ادار شيكابالا، كل واحد شيكابالا تربى في منزله، كل واحد شيكابالا داره، لان شيكابالا ده اقل ما يقال الحقيقه كنا لابد نشوفه في نادي على الاقل بقيمه الانديه الاوروبيه الكبيره. مهاره ايه؟ قيمه ايه؟ هو رجل المباراه ومن صنع الفارق والفوارق في ليله الزمالك، ليله غاب الحظ فيها عن الزمالك بشكل بشع. دي حقيقه بصراحه، يعني كان مذيع كويس، وده يعتبر كان عارف النظام ايه. انا بحس ان في بعض المعلقين زي عصام عبده واحمد الطيب علي محمد علي، كنت بحس ان هم شمعه في وسط الغرفه المظلمه. يعني احنا اصلا في الفتره دي كان الجيل العظماء بيبدا خلاص يبطل ويسلم الرايه، وداخلين في عصر الاضمحلال.
وفي نفس الوقت واحنا في عصر المحلال كان في ناس منوره، بس للاسف احنا ما استفدناش بيهم. كان منهم عصام عبده واحمد الطيب وعلي محمد علي. سابوا لنا بقى يعني احمد الطيب وعلي محمد علي وعصام عبده راحوا القنوات الفضائيه العربيه، وسابوا لنا بقى هشام فهمي واشرف محمود. ودلوقتي سابوا لنا كمان وعلى فكره وخالد لطيف كمان كان بيذيع يعني. كابتن خالد لطيف. بمناسبه خالد لطيف، احنا عندنا حالتين ان لم يكن اكتر، بس انا اذكرهم حالتين دلوقتي في التعليق الرياضي المصري. كابتن لطيف الاب، خالد لطيف الابن. خالد كامل الاب، كريم خالد كامل الابن. انت ايه رايك في الظاهره دي وايه رايك في الاب والابن؟ طبعا الكابتن لطيف احنا اتكلمنا عنه وخلاص يعني، ده شيخ المعلقين العرب، ده ما فيش كلام عليه. بس عشان خالد لطيف بقى ايه رايك فيه؟ هقول لك على حاجه، فكره ان الابن يبقى يعني يرث التعليق من الاب. بس خد بالك من حاجه، كابتن لطيف خالد لطيف، كابتن خالد لطيف ما حضرش يعني، ما علقش، والده ما اسمهش بيعلق. دي حقيقه. عايزين نتكلم بس عشان ايه؟ أيوة حالتين مختلفين أيوة قوي طبعا. بين كابتن خالد كامل وكريم خالد كامل. ايوه. كابتن لطيف ما دخلش ابنه التعليق. ايوه. ما زكاش خالد لطيف للتعليق ولا كان ليه دخل. الله يرحمه توفى. طبعا. خالد لطيف طبعا. بعد كده طبعا. دخل مجهود. طبعا. كابتن خالد كمعلق، انت عايز تحقق ابن عمه. الحق طبعا. سيء جدا بصراحه يعني من عصر المحلال. الله وانا مالي يا لمبي. هو كان في وسط الموالين. لا كابتن خالد لطيف لا يعني، انا مش هنسى لقب قالوا عبد الحليم علي جاب جون، قال له ليم عبد الحليم. يعني ايه يا كابتن خالد؟ ايه ليم عبد الحليم دي؟ هو كان باسيو الكره المصريه. ايه اللقب ده؟ قول لي بذمتك يا اخي، بذمتك عبد الحليم بسيوني يبقى اسمه باسيو الكره، قول مثلا باسيو، بس يعني ايه باسيو الكره المصريه؟ انا اعرف مثلا ايه امبراطور الكره المصريه، نجم الكره المصريه، انما باسيو الكره المصريه مش عارف يعني ايه. ليم عبد الحليم مش فاهمها، فاهم؟ فلا كابتن خالد لا كان فظيع مع احترامي. طب خالد كامل وكريم خالد كامل، انا بص انا ما سمعت خالد كامل طبعا لحد ما كان معقول، بس انا كريم خالد كامل ليا معاه حاجات صعبه شويه. يعني كريم مثلا كان مره بيذاع، انت فاكر تصفيات امريكا الجنوبيه بتاع كاس العالم كانت بتيجي بالليل، فكانوا مدينه ماتش للبرازيل، فبيتكلم على البرازيل يقول لك ايه البرازيل عشان خاطري لا بتون صوته ايوه هو يقول لك البرازيل طول عمرها فيها نجوم، رونالدو وريفالدو، رونالدينيو وروبينيو والخ انت بتعمل ايه؟ زي الخ ده اقول لك كارثه، ده راجل ده زع ماتش قبل نهائي ابطال اوروبا 2008 بين مانشستر وارسنال. فاكر انت فتره في عز الدوري الانجليزي وفي عز البطوله دي اللي كان دور الاربعه فيه 4 انجليز. طبعا. تشيلسي بيلعب ليفربول، لا دور الاربعه 3 انجليز، فرقه بقى ايطاليه وفرقه اسبانيه. لا ده كان سنه كام؟ لا 2000 نهائي 2008 اللي كان بين تشيلسي ومانشستر. كان مانشستر طلع ارسنال. لا مانشستر طلع برشلونه وارسنال. برشلونه دور الثمانية. صح دور الثمانية. بص هو كانت دايما ماشيه في السنين دي كده، 3 فرق 4 فرق يكونوا في دور الثمانية، رفع الانجليزي يكونوا في دور الثمانية، 3 يصعدوا قبل النهائي، والفرقه الرابعه تخرج من فرقه انجليزيه برضه. صح كده. انا بتكلم ان هو كان في ماتش اللي هو ارسنال ومانشستر اللي هو دور الثمانية بقى. الماتش اللي كان رونالدو جاب في جون تاريخي، والسبرنت اللي ضربه جاب في الجون الثاني، والجون بتاع سي والكوت. فاكر انت الماتش ده؟ ايوه. تخيل مين زي الماتش ده على التلفزيون المصري كان وقتها. انا كنت متابع بقى القناه العربيه. اتذكر انا اصلا شفته على القناه الثانيه. كان كريم خالد كامل. تخيل كريم خالد كامل بيذيع ماتش مانشستر وارسنال والمانيو يعني عايزين مانشستر والمانيو يعني كده ايه اللي هو يعني ما شاء الله عليه. يعني اقول لك ايه بقى، ان احنا مش عارفين ان مانشستر ممكن على المانيو. طب يا عم قول مانشستر عادي، انما المانيو وروني وبيعيط يا راجل. الجون بيجي كان بيبكي يعني، الكره تيجي جون ايه يا عم يا لا كريم خالد فظيع. هنقول ده انا مش عايز اجزم من انا مره بفتح التلفزيون الماتش شغال ولسه المذيع ما اتكلمش، ما اعرفش مين اللي بيذيع، فجاه لقيت حد بيذيع وضغط زملكاوي. يا والده ده ضغط زملكاوي ده والده. لا ضغط زملكاوي ده كان وكريم قالها برضه، بس قالها بالصعبانيات. لا كريم كان بيبقى تحس انت قاعد في عزا يعني. الصعبانيات الكوره جول ما ينفعش منتهى الخطوره يا لا. مساحه جميله بوش رجله الخارجي، وهدف تاني لصالح نادي الزمالك. انت احنا كنا فين وبقينا فين وصلنا لفين. طب انت فاكر حد دلوقتي؟ انا مش عارف اساميهم بصراحه.
والله طبعا عارف ايمن الكاشف، مؤمن حسن، حاتم بطيشه برضه لسه بيذيع. في اللي هو اللي هو راح القناه السعوديه ده اسمه الدوري في الجزيره، الدوري في 100 عقبه، اسمه بلال علام. بلال علام بس لو هتقرب لا انا شايف طبعا ده يعني بمناسبه انا بقول لك فتحت التلفزيون لقيت واحد ساكت. انا مره بفتح التلفزيون برضو والله العظيم لقيت برضو الجمهور بيشجع ولسه المذيع ما اتكلمش، فجاه لقيت حد العب يا اهلي، الجمهور كله بيقول العب يا أهلي. ده ايمن الكاشف. وايمن الكاشف برضو خلي بالك له حاجات غريبه، يعني مثلا مسمي مثلا مصطفى فتحي الفرسه الشقيه. المعلم ايمن حفني يديها له يا ولد مره تانية في عمق دفاعات النادي الاهلي، وادي ترقيصه حلوه ويحطها في الجول. جول 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 جول، عملها الفرسه الشقيه، عملها الفرسه الشقيه وحط هدف عالمي، هدف عالمي. يعني ده لقب طويل اسمها الفرسه، ولكن الفرسه الشقيه وعملها الجان عماد متعب، الجان عماد متعب الفرسه الشقيه، وعملها الزومبي. نفسي اعرف مين الزومبي ده، يحكي يقول لك زومبي. زومبي ايه يا راجل؟ على فكره احنا لو ركزنا معاه هو يا عيني، انا بص عشان ما عادش عندنا حاجه بالظبط، فالناس يعني بتمسك فيها حاجه بالظبط. فايمن الكاشف انت لو قعدت وركزت معاه مش هقول مش عارف اجيبها ازاي، يعني الناس اللي عاشت الاباطره. لا وهو في حاجه بقى، في حاجه في ايمن الكاشف مزعج جدا. ايمن الكاشف مزعج. في فرق، شفت حماده امام لما ان هو كان ايه الريتم حماسي وحكيم، شوف انت حكيم وبيخليك تتنطط والكلام ده، بس انت مستمتع، انت فاهم قصدي. انما ايمن الكاشف مزعج. ايمن الكاشف يقول وجول 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 ورمضان صبحي جول ومؤمن زكريا جول، تحس انه بيشخط فيك فعلا، تحس انه كوره سهله بالظبط، كوره سهله سهله يعني. ولو حاجات غريبه يعني قالوا ايه محمد ابو شعيشه بيقرب له سوسته محمد ابو شعيشه بحركات لا اراديه، وادي اللمسه بترتد وادي المتابعه، جول جول. ولا حاجات غريبه. انت قلت اسم حد انا ناسيه، اللي هو بتاع جول جول جول. ايه مؤمن حسن يا الله جول شومه في المرمى. ايه يا عم انت بتعمل فينا كده ليه؟ يعني انت بتعمل كده ليه؟ انا بشوفهم دلوقتي ده. احنا نسينا واحد نجم اسكندريه العظيم 3 تلاتات. سيد السعلافي. سيد 3 تلاتات انا مسميه معلق ال3 تلاتات. اهلا بكم في دوري البهوات، دوري البشوات، دوري المليونيرات. بهوات بكوات المليونيرات هي الافضل الاحسن هي الاجمل. ويلا يا احمد سدد صوب لا 4 4 بقى مش 3 تلاتات. انا اسف خليها 4 4. سدد صوب هدف ناوي. ويلا يا احمد يا عيد يا عبد الملك، يا احمد يا عيد يا عبد الملك، فرجنا فين الكوره الحلوه. يعني ايه؟ بس كان ظريف. اقول لك على حاجه بهوات، بس اقول لك على حاجه، هو طبعا برضه عاصمه محلال. بص اقول لك على حاجه والله العظيم، التعليق المصري ده فيه معلقين وفي معوقين، بس انا ما اقدرش اقول للناس ان هم معوقين، انا اسيب انت الناس عارفين بقى. كرة مع جمعة بيلف وجول، الجول الأول للنادي المصري. إيه ده يا جماعة؟ الحطة والنطة، ولع الملعب شطة، لفها أحمد جمعة، لفة جاتوه والله، لفة هدايا، ده إحنا في أيام الكريسماس، يا سلام عليك يا جمعة، الهدف الأول للنادي المصري. إحنا والله الفكرة مش بنتريق، بس لازم نقول حقيقة. طبعا تعليق زفت طبعا. وانت ليه انا بنتقد التعليم المصري؟ لان احنا ودنا بتجري ورا التعليم العربي. ده حقيقي. واحنا اللي عملنا، يعني احنا اللي بدعنا التعليم، واحنا اللي علمنا. ما دي مشكلتنا واحنا ادي ناس حقها، ناس دي ناجحه وناس دي فكرت صح. ده حقيقي. وقدرت توصل للكلام ده. تعالى مش هلوم على المعلق، انا اتكلم بصراحه بقى. شوف حتى مش هلوم على المعلق. لسه يعني الدوري السعودي والرياضه السعوديه بتنهض في الفترات الاخيره. شوف حتى القنوات والناس اللي بتذاع عندهم والتنظيم عارفين كل تفصيله، كل تفصيله يا راجل. يعني برضو هو مش هقول لهم بطلوا تعليق او طوروا نفسكم، هي دي امكانياتهم بالظبط، واختيروا على هذا الاساس. شوف مين اللي اختارهم، يعني شوف مين اللي اختارهم، مين اللي اختار الناس دي، ومين اللي اختبرهم اصلا. ما برضو معلش برضو انا عاذرهم برضو، مين هيختبر واحد زي مؤمن حسن او المجموعه دي؟ مين دلوقتي اصلا عايش؟ الله يرحمهم كل الناس اللي تقدر تختبرهم. ايوه رحمهم الله. لا انا شفت مسابقه على اون تي في، كان اختبار المعلقين، اللي كان بيختبر مين؟ كان بلال علام. اصدمني. انا بقول لك هو بلال علام والناقد حسن المستكاوي، مع احترامي ليه هو مش معلق. هات يا عم حد بالظبط. وكان جايبين مش عارف مين مذيع باين برضه معاهم. يعني اقصد اقول لك ان حتى الناس اللي بتختبر احنا اوريدي يعني عايزين نختبرهم اصلا. بالظبط، هم من عصر المحلال يعني. يا سيدي هات، لو قلت لعصام الشوالي تعالى مش هقول لك لا. بالظبط. الناس دي بتحب مصر جدا وعلى فكره الناس دي عارفه قيمه منتخب مصر اداهم نجوميه.
وعارفين عارفين قيمه الجمهور المصري. احنا كجمهور مصري عارفين طبعا جمهوريه كبيره جدا. انا هقول لك على حاجه، على مذيع عربي، ما تيجي نتكلم شويه عن المذيعين العرب يا ريت. عشان هقول لك انا على بمناسبه بس حته الجمهور المصري ازاي بيعلي المذيع. هو مذيع كويس جدا وجميل وانسان جميل، خليل البلوشي. خليل البلوشي جه وانا متاكد ان دي حقيقه. قال انا قبل التعليق بتاعي اللي بتاعت 9 بتوقيت الاهلي. اللاعب في اللقطة الماضية أحمد الشيخ إلى معلول، علي إلى عرضية، إلى كرة ملعوبة، مرت إلى حسين، حسين لا 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 9 بتوقيت الأهلي وبإقدام أجاييه يسجل ويضع كرة في مرمى. عملها أجاييه اللي هو هدف النجم الساحلي. قال لإسلام الشاطر كده في البرنامج، قال له أنا قبل الهدف ده حاجة وبعد الهدف ده حاجة تانية. بالظبط.